هو حيوان غريب شوية شبه الجمل، عنده نفس الرقبة الطويلة ونفس الفرو، وبيعيش في قمم الجبال وموجود كتير منه في أوروبا وأستراليا. أهلا بيكم، إحنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي، وهناخدكم في رحلة صغيرة عن حيوان اللاما. الاسم العلمي لحيوان اللاما هو اللاما الأهلية، وهو نوع من أنواع الماشية الأليفة. يشبه حيوان اللاما الجمل بشكل كبير، وبيتميز بالرقبة الطويلة، الفرو السميك، وبيكون بلون واحد أو ألوان كتير زي اللون الرمادي والبيج والبني، وديله قصير، وبتكون الإناث أصغر حجما وأقل وزنا من الذكور. موجود في جبال الإنديز الباردة الجافة، وبيعيش كمان في قمم الجبال الوعرة والمراعي والمزارع، وموجود دلوقتي في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. بياكل حيوان اللاما الأعشاب والنباتات والتبن والقش، وبيوصل مقدار أكله من القش في اليوم الواحد إلى 2 كيلو، وبيحتاج فترة طويلة للبلع والهضم، لكن مش بيحتاج يشرب مياه كتير، وده بيخليه يعيش بسهولة في البيئة الجبلية. بيتمتع حيوان اللاما بخصائص جسدية وسلوكية كتير بتساعده على إنه يفضل عايش، منها الهيموجلوبين. اللاما عنده كميات عالية من الهيموجلوبين، وده بيساعده إنه يفضل عايش مع مستويات الأكسجين القليلة. المعدة بتتكون معدة اللاما من 3 حجرات بتسمح ليها إنها تاكل مجموعة كبيرة من النباتات في أي بيئة. الفراء بيغطي اللاما فرو سميك للحماية من البرد ومن لدغات الحيوانات والحشرات. السرعة بتبلغ سرعة حيوان اللاما حوالي 65 كيلومتر في الساعة، وده بيساعدها على الهروب من الحيوانات المفترسة. الأقدام والأصابع بتتميز اللاما برجلين صوابعها مزدوجة وطرية متغطية بالجلد، وده بيخليها قادرة تمشي على الصخور. بيمر حيوان اللاما بمراحل كتير في موسم التكاثر. ذكر اللاما حيوان متعدد الزوجات، بيمتلك مجموعة خاصة للتكاثر مكونة من 6 إناث. موسم تزاوج اللاما في أواخر فصل الصيف أو بداية فصل الخريف. بيستمر حمل الأنثى لمدة 360 يوم تقريبا، وبيولد كل سنة مولود واحد، وبيقدر صغير اللاما يتحرك بعد ساعة من ولادته. وزنه بيكون حوالي 10 كيلو عند الولادة، وبيفضل في رعاية لمدة 4 شهور، وبيوصل مرحلة النضج الجنسي في عمر العامين. بتعيش معظم أنواع اللاما من 15 ل 20 سنة تقريبا. بيتعرض حيوان اللاما للافتراس من الكلاب البرية الصغيرة زي الذئب البراري، وكان بيتعرض بشكل كبير للافتراس من البشر، وده قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم. حيوانات اللاما مش مهددة بالانقراض وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. موجود أكتر من 1,000,000 حيوان لاما في العالم، وأعداده بتزيد في كل سنة. زي ما شرحنا سابقا إن اللاما هي نوع من أنواع الماشية الأليفة، بيربيها الإنسان علشان يستفاد منها في أغراض كتير زي التنقل، صناعة السجاد والأقمشة من الجلد والصوف، استخدام روث اللاما للوقود. ودي كانت رحلتنا البسيطة عن حيوان اللاما. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وأي حد عنده أفكار أو مقترحات يسيبها لي في التعليقات. دمتم بخير.